ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بقى الصينيه العظمه ديت. بجد بجد صينيه فراخ بالبطاطس بتتبيله. روعه روعه روعه. هتعجبكم جدا. لازم تجربوها. شايفين لونها؟ الخضار فيها في منتهى الجمال. مستوي مش مهري. الفراخ تحفه. وشاربة تتبيلة جدا 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 بجد مش قادرة اقول لكم. انا كنت هاكلها وانا بغرف كده من جمالها. ونعمل بقى جنبها شوية رز بشعرية حلوين كده. وسلطة في منتهى الجمال. ستي بقى الله يرحمها هي اللي كانت بتعملها، ربنا يا رب يرحمها ويرحم كل أمواتنا يا رب. يلا بقى نبدأ مع بعض كده إن شاء الله الفيديو. إن شاء الله يعجبكم. لسه ما يعرفنيش أنا رانيا، أو روني زي ما معروفة. أتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، لايك وشير عشان يوصل لكم مننا كل جديد بأمر الله. صلوا على الرسول. ويلا بينا نبدأ مع بعض. بسم الله. أول حاجة هنا احنا معانا حوالي 3 معالق صلصة، اي صلصة عادية. ومعانا البطاطس انا مقطعاها مكعبات، تخينة شوية مش رفيعة. الطماطم برضو مقطعاها مكعبات. البصل مقطعاه جوانح بس هي مش فرقاه يعني سايباه كده. هننزل الاول بالصلصة في بولة كده. ناخد كل الصلصة اللي في الطبق بتاعنا. وانا هنا مجهزة التوابل بتاعتي. معلقة صغيرة من كل نوع هقول لكم عليه. بهارات فراخ، بهارات سادة، فلفل اسود، بصل بودر، وكاري. وهنحط كمان واحدتين من مرقة الدجاج انا مكسراهم كده وحطيتهم، ومعلقتين ملح صغيرين. وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. كمان معاهم حوالي 3 معالق زيت. هو ده الزيت الوحيد اللي هنستخدمه او السمن، مفيش حاجة تانية. هنعتمد على الدسم بتاع الفراخ نفسه. وحطيت عليهم حوالي كوباية الا ربع مية. هنقلبهم كده شوية، انا بس بدوس عشان ادوب المرقة الدجاج شوية. هنزل عليهم بالبصل ونقلبه كويس. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا عايزة بقى لايك حلو وتعليقكم الجميل، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. معلقتين خل حلوين قوي قوي وبيفرقوا جدا في الطعم. هنا بقى الفراخ، انا الفرخة بتاعتي مقطعها 8 في ظل الظروف العصيبة اللي بمر بيها، فما يجراش حاجة لما نقطعها 8 يعني. مش هتقول لا. هنحط عليها ملح وفلفل، طبعا هي مغسولة ومتصفية وكل حاجة. انا بس مرضيتش اطول عليكم الفيديو، لان انا قبل كده منزله خلاص المحلول بتاع النقع والغسل والكلام ده كله. هننزل عليها بنص كمية الصوص اللي احنا عملناه. تمام. هننزل كده بنص الكمية ونعملهم بقى كده بايدينا. نشربهم التتبيلة كويس قوي. نعملهم قوي قوي، لازم يشربوا التتبيلة حلو. يعني يستحسن يتعملوا ويتركنوا كده نص ساعة. وبعد كده هننزل بالبطاطس. وبعدين هننزل عليها بالطماطم بتاعتنا. ممكن لو مفيش أطفال هتاكل تقطعوا الفلفل في وسطها. هيبقى روعة. بس طبعا لأن أنا معايا طفل صغير فمش هينفع أحط ايه الشطة كلها أو الفلفل يبقى أخلي البطاطس كلها مشطشطة، فأنا بسيبه زي ما هو كده. هنزل بقى عليها بالنص الباقي من التتبيلة. وهقلبها كويس قوي. الاتنين يعني الفراخ تتشرب لوحدها كده على جنب، والخضار هيتشرب هنا لوحده على جنب. تقدري في المرحلة دي تحطي أي نوع. يعني ممكن تحطي جزر، ممكن تحطي فلفل رومي، أحيانا بحط كوسة. مفيش أي مشاكل فيها. كل الخضار اللي هيتحط هيدي طعم حلو جدا. وهو هيبقى طعمه حلو قوي صدقوني، مختلف تماما يعني. كده خلاص تتبيلة الفراخ جاهزة. والخضار جاهز. هنسويهم النهاردة بقى في ايه؟ في الكيس الحراري. بجد بيخلي، هو ده اللي بيفرق جدا في الطعم. ان هو بيخليها تتشرب حلوة قوي. غير ما تعمليها في الصينية والبخار بتاعها يطلع لا خالص. لما تحطيها في الكيس الفرخة كلها بتبقى متشربة من التتبيلة حلو جدا. والخضار كمان.
هنفتح بقى الكيس كده، هو بيبقى علبة على بعضها فيها حوالي 5 أكياس، ده المقاس الوسط. أنا مش باحب أجيب الصغير، باحب أجيب الوسط يعني علشان يبقى الكيس كبير مرتاح أحسن، أبقى أنا حاطة وأنا مش قلقانة إن هو هيكفي أو ما يكفيش، وهو حلو كبير يعني ياخد كمية محترمة يعني، كمية الخضار دي مش قليلة يعني. وهابدأ أرص عليهم الفراخ زي ما انتم شايفين كده، أفردها كده زي ما هي، وهنزل كل الصوص اللي في الفراخ. في المرحلة دي أنا مولعة الفرن ومشغلاه عشان تدخل على فرن سخن، ف ما تدخلش على فرن بارد، لازم دايما الفرن يبقى سخن وانت بتدخلي أي حاجة. هننزل بقى كل الصوص بتاعنا ده، مش هنهدر أي حاجة خالص. والكيس نفسه بيبقى جاي معاه ورق صغير كده هو اللي بيتقفل بيه، وانا كده حطيت الفلفلتين على جنب، لان انا بحب الفلفل المشوي ده جدا، بيبقى طعمه حلو قوي. وهنبدأ بقى نقفل الكيس كويس، نريحه كده ونفرده، وبعدين نقفله كويس بإيه، بالورق بتاعه او القفل بتاعه اللي بيبقى جاي في قلب الكيس. وخدي بالك بالراحة، لانه مرة وانا بحطه اتقطع مني الكيس وكانت مشكلة بصراحة. فواحدة واحدة كده بتحطيه كده وتلفيه. هو في حد في ناس بتفرغ الكيس كده بسكينة او بتشكشكه، بس انا ما عملتش كده، انا سبته زي ما هو وحطيته في الصينية بتاعتي بالراحة بقى زي ما قلت لكم كده علشان ما يتفرقعش. وبعد كده هدخله الفرن على بقى ما يستوي وياخد وقته. هنعمل شوية رز بشعرية كده حلو جدا، معلقتين سمنة كبار في الحلة، مجرد ما هيسيحوا كده هننزل عليهم بالشعرية بتاعتنا ونقلبها كويس قوي لحد ما توصل للون الذهبي الجميل بتاعنا. انا غاسلة الرز وحطاه يتصفى. نقلبها كويس. انا كترت شوية الشعرية، حسيت ان هما صغيرين فقلت اكترها شوية، وحطيت كمان معلقتين زيت عشان يديله لمعة ويخليه مفلفل كده. هنقلب بقى الشعرية كويس قوي، وبعد كده نستنى لما تبقى ذهبي، وبعد كده نبدأ نحط عليها ايه، الرز. هي خلاص كده بقت ذهبي وجميلة. هنزل بقى عليها بالرز اللي انا غسلاه ومصفيه. مهم قوي هنا بقى نقلب الرز مع الشعرية حلو قوي، ونسيبه كده حوالي 3 دقايق على النار، نفضل نقلب فيه علشان يتشمع كده، وبعدين يبقى مفلفل على طول، هيبقى تحفة. ما ينفعش تحطيه كده وتحطي المية عليه على طول، لا لازم يتشمع كده الأول بالزبدة بالسمنة أو الزبدة بتاعتك اللي انت حطاها. ونحط بقى معلقتين ملح صغيرين كده أو على حسب الكمية بتاعتك، ويعني رشة فلفل مش كتير بس بتفرق جدا في الطعم. ونقلب كده تاني لحد ما يفلفل خالص، يعني يتشرب كده ويتشمع منك. هتبدأي بقى تحطي المية دي في الآخر، شايفين؟ تحفة والله. هنزل بقى عليه بالمية، لازم المية تغطي الرز وتزيد كده قد عقلة صباع علشان الرز يبقى تسويته حلو. لو احتاج تاني حطي، ما احتاجش يبقى كده تمام، هيستوي على البخار بتاعه. نقلب بقى كويس. ونحط ورقتين لوري كده على الوش، هيبقى تحفة. ونغطيه، وأول ما يبدأ يغلي، هنا بدأ يغلي اهو، هوطي عليه النار خالص واغطيه تاني لحد ما يستوي. على ما يتعملوا انا هنا مجهزة طماطميتين، هقطعهم كده بالطول وبعدين هاخدهم بالعرض مكعبات صغيرة علشان نعمل السلطة بتاعتنا. السلطة دي حلوة جدا جدا، جربوها كده وهي هتعجبكم جدا. نقطعها كده، أنا قطعتها كده بعد ما قطعتها بالطول، قطعتها مربعات صغيرة. انا كنت هسيبها بالطول اساسا، بس قلت لا تبقى مربعات كده وتتاخد بالمعلقة اسهل. نقطعهم هما طماطميتين او على حسب العدد اللي انت عايزاه زي ما انت عايزة. والفلفل برضو ممكن تحطي فلفل رومي، ممكن تحطي زي ما انت عايزة. انا هنا قطعت فلفل حراق. وهنجيب بقى العلبة بتاعتنا او بولة ونقطع فيها توم. انا عادة ما بحطش توم كتير في الاكل عشان معدتي، بس ايه
في حاجات ما ينفعش لازم بيتحط فيها التوم، ما ينفعش أي حاجة تانية. ونحط عليها معلقتين خل حلوين كده، وحوالي ربع معلقة ملح، مش بنكتر الملح خالص. ننزل عليها كمان برشة فلفل اسود، وعليهم كمان المكون الأساسي بتاعنا اللي هو بيدي أحلى طعم ليها، وهو النعناع الناشف، هو ده بقى السر. ممكن تحطي في المرحلة دي كمان معلقة شطة، هتبقى حلوة جدا، مع حوالي كوباية مية، ونقلبهم كويس قوي يندمجوا كده مع بعض، وننزل عليهم بالخضار. نحط بقى الطماطم بتاعتنا والفلفل ونقلبهم حلو قوي. وممكن بقى تتحط كده عندك في التلاجة، بس لازم طبعا تتغطى عشان ريحة التوم ما تعملش ريحة وحشة في التلاجة. بس كده خلاص، نشيلها بقى على جنب لحد ما يجي ميعاد الاكل. كده طلعت الفراخ خلاص حلوة قوي. انا بصيت عليها وجيت من طرف كده، شفت البطاطس اتأكدت انها استوت، فخرجتها لان انا مش عايزة البطاطس تتهري. بس طبعا الكيس كان سخن جدا، وانا زي ما عارفين انتوا ايدي متعورة اصلا، مش عارفة اتعامل. ففتحته كده وهبدأ افتح الشواية. فتحتها بقى كده كويس قوي، وانا هقفل الفرن وافتح الشواية وادخلها على الشواية شوية، لان انا عايزة الفراخ تتحمر. هنا الرز اتعمل تحفة مفلفل جدا. خلاص كده الفراخ كمان اتحمرت، والريحة بقى قلبت الدنيا، وبصراحة انا مت من الجوع. بصراحة طعمها خرافي، خرافي بمعنى كلمة خرافي. الخضار ده اللي ما بيحبش الخضار هيحب، لو حطيتي كوسة هياكلوها، لو حطيتي جزر هياكلوه، اي نوع خضار هتحطيه في التتبيلة ديت هيتاكل، صدقيني محدش هيعترض عليه خالص، هياكلوه هم مبسوطين كده ومتكيفين خالص. شايفين بقى لونها تحفة، تحفة. الكيس الحراري ده فعلا تسويته في منتهى الجمال. انا هاكلها من الصينية كده يا جماعة، روعة، لازم تجربوها. خلاص بقى كده نغرف الأكل الجميل، لأن كده خلاص احنا استوينا كمان من الريحة، جوعتنا جدا. وبألف هنا وشفا. أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير علشان كل يستفيد ويوصل لكم كل وصفاتنا بأمر الله. وبألف هنا وشفا على قلوبكم.